كل سنة وانتم طيبين يا حلوين. السنة دي ان شاء الله تكون سعيدة وبخيتة عليكم. هنعمل كده بطة مع بعض كده. البطة بتاعتنا زي ما شايفين بطريقة حلوة، وتعالوا نشوف الفيديو كله والبطة الحلوة دي اتعملت ازاي. يلا نبدأ على المكونات على طول. كل سنة وانتم طيبين. ادي معايا كده يا ستي الكل صويا صوص. لو ما عندكيش صويا صوص حطي عسل اسود وعصير ليمونة كاملة. بعد كده زيت، ممكن تحطي زيت زيتون او زيت عادي براحتك. وانا عندي عسل عادي، وده دبس رمان ومستردة، معجون طماطم، بابريكا مدخنة، معاي هنا توم باودر، بصل باودر، معاي هنا فلفل اسمر وفلفل ابيض. لو ما عندكيش فلفل ابيض اوكي. معاي 7 بهارات وربع ملعقة من القرفة. معاي حبهان مطحون او هيل والملح، ونظبط الملح ونقلب كل المحتويات دي مع بعض ونشوف لو محتاج ملح ولا لا. ادي معاي كده يا ستي الكل. كل سنة وانتم طيبين. معايا بطة وزنها 2 كيلو. انا امبارح بعد ما غسلتها كويس وشلت الحاجات الزيادة بتاعتها وحطيتها في المنقوع بتاعها، رحت عملت لها ايه، جبت بصلة وبشرتها وحطيت فيها فلفل اسود وملح ودعكتهم مع بعض، ورحت دعكت البطة بتاعتنا الحلوة دي زي ما شايفين كده. بصراحة ريحتها خطيرة، يعني ممكن تعمليها كده وتحشيها. انا بس بيتها ليلة كاملة بالبصل والفلفل والملح، وهسه البهارات اللي احنا شفناها مع بعض هحطها وهخليها ليلة كاملة ونعملها تاني يوم. تمام؟ فانت على راحتك، ممكن تخليها كذا ساعة لو ما عندكيش وقت، على راحتك خالص. فانا بحب اخلي الحاجة في اكلي كله اعمله قبلها بليلة، يعني بيطلع احلى وبتميلي كله بالبهارات. انا بس شلت البصل منها، نعمل البطة بتاعتنا دي في كل حتة. معاي الرقبة بتاعتها والقوانص، هي قوانص وقلب والكبدة. وانا هخليها زي ما قلت لك، انت لو ما عندكيش وقت وعازمة حد، انا مش عازمة حد، ليها ليلة كاملة. ونقطة خلي بالك من الملح، يعني انا لقيت الملح اللي حطيته كويس لان فيها صويا صوص ودبس رمان. ادي كده هجيب فليم اغطيها وهخليها لغاية بكرة او نطبخها سوا. ادي ده كده معانا تاني يوم. جبت طواق وحطيت ملعقة كبيرة من السمنة وبرغل، كوباية من البرغل، غسلته وصفيته وهقعد اقلب فيه كده لغاية لما المية بتاعته اللي نزلت لما انا غسلته تنشف. وكل اللي هحط البهارات، هحط فلفل اسود ومش كتير، وهحط ماجي. ممكن تستغني عن الماجي وممكن تستعملي ملح، بس الماجي بتديها طعم احلى. فادي كده لغايه لما الميه تنشف معانا، وهحط الفلفل الاسود وهحط الميه. انا استعملت كوبايه من البرغل، وهستعمل كوبايه ونص من الميه، نفس الكوبايه. تمام؟ وهخليه كده لغايه لما الميه تشرب معانا ونشوف. بعد كده انا كنت فرمت بصله وهحطها بعدين مش دلوقتي. ادي كده هنشوف البرغل بتاعنا طاب. هحط البصلة اقلبها كويس لغاية لما المية تنشف. هو مش طاب خالص، يعني فيه لسه عضة، عشان لما نحطه في الفراخ او تحطيه في البطة عشان هياخد وقت. هنقلبه كده على نار عالية لغاية لما الموية معانا تنشف. هذه خلاص معانا كده لما شايفة نشفت المية بتاعته، فانا هخليه يبرد. بعد كده نحشي البطة بتاعتنا، وانا فتحت الفرن من قبل ما ابتدي. ادي كده معايا جبت البطة بعد ما خليتها ليلة كاملة، والبرغل معايا نشف. احط انا ما جبتش الكوباية كلها لغاية لما اشوف البطة هتاخد قد ايه، عشان ما يتزفرش معايا. هنا انا حطيت الكمية كلها تحت البرغل بتاعتنا. شوفي ممكن تستعمل الخلة وتعمليها بتاعت السنان، انا هخيطها بصراحة اولد فاشن. انا ادي كده بعد ما خلصت هحطها. انا هستعمل الكيس الحراري، انت ممكن تحطي ورق زبدة وفويل وتغطيها بالفويل، بس انا هحطها في الكيس الحراري. دي حاجة بترجع لطخ دقيقة. هحطها واجيكم. ادي كده بعد ما حطيناها في الزيت الحراري، بس هفتحها من هنا كده عشان لما يتنفخ في الفرن ما يضربش فينا. وانا هنا هحط في الصينية هحط مية
تمام. كل ما تخلص تحط عشان البطة بتاعتنا تبقى جوسي وحلو. هشوفكم بقى بعد ما نخلص خالص. ده سيلينا عشان مستني يا جماعة بتقول لكم وعيد ميلاد مجيد. فادي كده البطة بتاعتنا رابط. انا اديتها وقتها بصراحة، هي ساعتين وحاجة. انا بحب اتأكد من الحاجة بصراحة، ريحتها حلوة وجرب الطريقة دي. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم وعلى العالم كله، ويا رب تتحقق كل أحلامكم وأمانيكم، ولغاية لما نشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله.